هذا صافي. مشروبات باردة، اشتري ريد بول، اشرب ريد بول. مع ريد بول أنت تطير بدون جوانح، بدون جواز سفر، بدون تأشيرة مرور، بدون رقابة. السماء مفتوحة بدون اتفاقية شنغن. العرض محدود، لا تضيع الفرصة، استغلها، لا تضيعها، لا تفوتها. الطائرة تمر. هضرنا على القطيعة الابستمولوجية. بغيتي تفهم هذا الموضوع هذا؟ لا فهمت فيه والو. سير نقول لك هذا الموضوع تاع القطيعة الابستمولوجية. جميع جرد السريع لتاريخ العلوم الإنسانية يبين ما يلي: أنه ما من نظرية علمية صمدت أمام الظواهر المستجدة. هذا الجرد يضعنا أمام الحقيقة التالية: أي حقيقة؟ حينما يعجز العلم عن إسقاط الظواهر المستجدة في حقل إشكاليته بصياغة الحلول الملائمة لها، وحينما نتحدث عن الحلول الملائمة فإننا نتحدث عن التحكم فيها بإعادة إحداثها أو منع حدوثها، وبطبيعة الحال في كلا الحالتين بمعرفة شروط إنتاج الظاهرة. الظواهر العلمية المستجدة حاليا في حقل البحث العلمي: الظواهر المرضية التي عجز العلم عن صياغة حلول ناجعة لها بمنع حدوثها بشكل قطعي بعيدة عن النتائج المتأرجحة بين المد والجزر، يجعلنا أمام الحقيقة التالية: أن العلم يعيش حالة أزمة إبستيمولوجية تحتم علينا إخضاعه للمراجعة النقدية، ممارسة النقد لتعيين الأخطاء التي تشكل جزءا من التكوين الداخلي للمعرفة العلمية في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية صياغة المنهج البديل، وفي مرحلة ثالثة تمريره إلى طور التجريب والتحقق. شنو الموضوع ديال الأطروحة ديالك؟ إني أشك في المنهج التجريبي وفي مدى صلاحيته لاستيعاب الظواهر الجديدة، وإني أدعو جميع خبراء العالم إلى قطع صلة اليقين العمياء به والسعي إلى تأسيس منهج بديل. ديكارتي. أنا أؤمن بالشك لسبب بسيط جدا: لا توجد حقيقة مطلقة، العلم هو تعدد الحقائق. ومن هذا المنطلق نحن في حاجة لأن نمارس الكوجيتو ديكارتي مع كل لحظة زمنية يعجز فيها العلم عن صياغة الحلول المطلوبة. ايوا كيما قلتيش ديال شنو هو الموضوع ديال الأطروحة ديالك؟ كلمة واحدة. عنوان. إخضاع المنهج التجريبي للمراجعة النقدية. إذا عندك شي منهج بديل أنت دابا؟ تماما. شنو هو هذا المنهج البديل؟ لا يمكننا أن نصرح به. علاش؟ لأنه محاط بسياج المتين من سرية تامة ولديه قيمة اقتصادية. أتحفظ عن الإدلاء به إذا لم تكن هناك ما أستطيع أن أسميه بحماية قانونية له. أعرف قيمته، لا يمكن أن نصرح به، ولا يمكننا أن نتحدث عنه إذا لم تتحدث عن الطور الأول من الأطروحة. إذا كان لدينا الاستعداد لصياغة الحكم بمدى صحة أو خطأ هذا المنهج، فحبذا أن يكون لدينا نفس الاستعداد لصياغة الحكم بمدى صحة المنهج الراهن. حينما نستكمل هذه الخطوة يمكننا أن نتحدث عن الخطوات اللاحقة. لا يمكننا أن نصرح بهذا المنهج كظروف الراهن. دابا ما تصرحش بالموضوع ديال الأطروحة ديالك، إذا صرحتي به كتعتبر هذاك بأنه تسريب السر ديال الأطروحة ديالك. عالم. والموضوع غير الموضوع الاسم ديالو، يعني فاش كتبحث بالضبط؟ قرب لنا الصورة باش نفهموك. ما أستطيع أن أقوله لحدود الساعة هو أن المنهج العلمي التجريبي الراهن محتوى على صياغة الخطأ بتكوينه الداخلي. ولكن هذا راه موضوع فلسفي ماشي موضوع ديال الطب. حينما موضوع ديال أطروحة الطب. العلم ليس مفصولا عن سياق فلسفة، والعلم حينما يتحدث وحينما يدعي أنه مفصول عن سياق فلسفة ما، فإنه يتمسك بأسوأ البقايا المبسطة لأسوأ فلسفة. هناك عملية ترابط ما بين العلم والفلسفة، لا يوجد تعارض، توجد علاقة تكامل، كلاهما يكمل بعض. أنت ماشي علمي، كنت كدير فلسفة في الكلية؟ لدي معلومات وافرة عن الميدان الفلسفي وأعرف ما مهمة الفلسفة. كنت كتابع الدراسات العليا في الفلسفة؟ سأنجح بكل تأكيد. غادي تنجح إن شاء الله. إن شاء الله. تبارك الله عليك، شكرا. الله يبارك فيك.